الحقد والغل والسواد بقى عند ناس والله العظيم اسلوب حياه. في ناس مجرد ما عيني بتيجي في عينيهم زي ما انا بصلكوا دلوقتي كده عيني بتدمع. ايوه، من كتر السواد اللي انا شايفاه. كل ده غل جواكوا ليا ليه؟ ايه السبب؟ وفي ناس تقعد تقولي هي عينك مالها بتلمع كده، مع ان عينك بتضحك بس تحس جواها حزن من اللي شايفاه. ايوه، في ناس بتعرف تقرا. والله ناس كتير قوي يعرفوا يقروا اللي قدامهم. وساعات بتحرج من كتر ما انا شايفه اللي قدامي طينه. عايزه اقول له يعني ليه بتحاول تاذيني؟ ليه نفسك اتشال من قدامك من على الدنيا؟ ليه؟ انت ممكن تبعد عني، ما تسيبني ربنا لو انا مضايقاك قوي كده. انت عارف انك مجرد او انت عارفه ان انت ناجحه انت عامله قلق، لمجرد انك في حالك عامله قلق، لمجرد انك ما بترديش السيئه بالسيئه عامله قلق، لمجرد انك بتبتسمي وشك فيه راحه نفسيه كل اللي يشوفك يقول لك انا مرتاح لك انت عامله قلق. لازم تبقي سودة وقادره تردي الاساءه بالاساءه وقادره تظلمي عشان الناس تحترمك. يعني انا من الناس انا ضد الظلم، ما بحبش اظلم بس احب اخد حقي. صوت الحق عندي عالي، والظلم مش ماده للدفاع. ما ينفعش ادافع عن نفسي ان انا اكون ظالمه. حاولت افهمكم كتير هنا حتى على الابليكيشن، مش انا بس اللي بتظلم، انتوا كمان في ناس بتظلمكم. طب لما انتي مظلومه وغيرك مظلومه مين الظالم؟ اللي بيضحكوا في وشنا واحنا عارفين هما بيكرهونا، اللي بيضحكوا في وشنا وباصين في رزقنا، اللي بيضحكوا في وشنا وبيعدوا علينا الضحكه، اللي بيضحكوا في وشنا ومركزين ان احنا مركزين في شغلنا. ليه؟ طول ما انت مركز في اللي قدامك مش هتشوف نفسك. انت عارف عشان تمشي خطوه ما ينفعش تبص كده على اللي ماشي جنبك او قدامك، لازم كده تبص خطوتك ماشيه ازاي. هتحط رجلك في بركه، في الارض، على الرصيف. يعني كل واحد فينا لو خلاه في حاله عمره ما هيقع. المشكله في ان حد تلاقيه مركز معاك قوي، بتعمل ايه، بتكسب ايه، وبتكلم عليك، وناس تعمل لك سكرينات من كلامه. انت بجحة قوي. طب استفدت ايه؟ انا كسبت 10 قروش وانت قعدت تتفرج على 10 قروش اللي انا كسبته. انت خسران وقت وانا كسبانه فلوس ووقت. فهمت حاجه؟ نصيحه لله، كل واحد فينا يركز في حاله. محدش بياخد رزق حد، ولكن ممكن حد يبص في رزق حد. الحسد مذكور. يعني لما حد يقول انا ما باخدش رزق حد، لا، انت ممكن تبص في رزق حد، تعرقل رزق حد، توقف رزق حد. محدش بياخد الرزق، لكن تقدر ببسطتك تحسده، توقفه. حاسبينه، استغفروا، ابعدوا عن الناس اللي بتبص في حياتكم على قد ما تقدروا. انا عن نفسي في الميديا ما ينفعش ابعد، عارفه متاكده وعارفه الاسامي والاشخاص اللي ما فيش حاجه في حياتهم غير انهم مركزين. ماما نور بتعمل فيديو في كذا، دي كسبت من كذا، دي عملت اعلان كذا، دي راحت عملت دعايه كذا. عايزه اقول حاجه، كل واحد فينا وراه 1000 بند في حياته، وربنا بيبعتله على قد البنود اللي موجوده. فهمت حاجه؟ القرش اللي ربنا بعتهولك عشان انت ما عندكش بنود، فالقرش ده على قدك انت. اما شخص غيرك عنده كذا بند فوق بعضه، كذا حاجه فوق بعضها. لو هو وقع حاجات كتير قوي هتقع. عشان كده ربنا مديله، عشان هو مش مركز في حياه حد. الفيديو ده مش عشان انا بس اكون بتكلم عن نفسي، بتكلم عنك انت كمان وعنك. انا عارفه ان احنا كتير مش قليلين. اللي تلاقي جارتك تقولك او جارتك تقولك يا ستي اصل انت اكيد مش هتحسي باللي انا حاساه. ليه؟ ما انا بني ادمه زيك.
كفايه. السلام عليكم.